نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. ريال مدريد يصعق المغرب بقرار صادم بخصوص إبراهيم دياز، ورد فعل اللاعب يغضب المغاربة. لقد تغير الوضع بالنسبة لإبراهيم دياز في المغرب، والأمل المعقود على قدميه تبخر بصورة صدمت المغاربة بشكل كبير قبل أحد أبرز التحديات التي ينتظرونها بعد تألق في كأس العالم ورحلة استثنائية بكل المقاييس. ارتفع سقف الطموحات نحو المزيد من النجاحات والتألق في المواعيد الكبرى، ولكن ريال مدريد جاء كالصاعقة التي نزلت على أحلام أسود الأطلس في أكثر وقت حساس ومصيري بالنسبة لهم. النجم المغربي الذي لمس قلبه حب البلاد وخطف القلوب بعد أول مباراة لإبراهيم دياز بقميص المنتخب المغربي، حين تحدث عن شعوره بشيء لم يشعر به حين ارتدى قميص إسبانيا، وكتب رسالة باللغة العربية لأول مرة ليحاول وصف إحساسه للجماهير المغربية التي شجعته وساندته، إذ كتب: سعيد بمباراة الأولى رفقة المنتخب الوطني، أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا، شكرا على دعمكم وشكرا أكادير. ولكن هذه الجماهير تغير الوضع بالنسبة لها، والسبب ريال مدريد. نعم، النادي الملكي قرر أن يضع إبراهيم دياز في وضع لا يحسد عليه، ويجبره بالقوة على وضع لن يكون محبوبا بالنسبة لجماهير بلاده التي تنتظر رؤيته بقميص الأطلس في كل موعد هام. ومع اقتراب واحد من أهم المواعيد على الإطلاق، شعرت الجماهير المغربية بالخذلان وغضبت غضبا شديدا. صحيفة آس الإسبانية كشفت عن الصدمة الكبرى بعد أن رفض ريال مدريد مشاركة إبراهيم دياز مع منتخب المغرب الشهر القادم في حدث تمنى لو أنه يشارك فيه. فهل عرفتموه؟ إنه أولمبياد باريس الذي قرر النادي الملكي ألا يسمح بأي من لاعبيه بالمشاركة فيه، نظرا لمشاركة العديد من نجومه في بطولتي اليورو وكوبا أمريكا هذا الصيف، مما سيجعلهم يبدأون الموسم المقبل بحالة إرهاق كبرى. ولكن ماذا عن رد فعل إبراهيم دياز؟ ولماذا أغضب المغاربة إلى هذا الحد؟ وفقا للصحيفة المدريدية، فإن إبراهيم دياز كان يريد المشاركة بالفعل مع المغرب في الأولمبياد، ولكنه بعد معرفته بقرار ريال مدريد بشأن هذه المسألة وإخباره بأنه سيكون لاعبا مهما للفريق في الموسم المقبل، وأن ذلك يتم من أجل أن يكون أكثر جاهزية في المواعيد القادمة، وافق على الفور واقتنع ولم يعارض رغبة النادي الملكي، بصورة أشعرت المغاربة أنه كان من الممكن أن يمارس على فريقه المزيد من الضغط من أجل بلاده، نظرا وأن آمال أسود الأطلس في حصد ميدالية أولمبية في كرة القدم كانت معقودة على أقدام العديد من اللاعبين، أبرزهم بالطبع إبراهيم دياز. ولكن هذه الأحلام تبخرت بفعل قرار ريال مدريد، كما حدث مع كيليان امبابي في فرنسا، لأن الملكي قرر ألا يفرق بين مغربي وفرنسي في هذا القرار النهائي الذي لا يمكن أن يخضع حتى للمناقشة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.